تتسابق الأندية الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والإيطالية والألمانية لإبرام الصفقات مع أفضل اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك استعدادا للموسم الكروي الجديد 2024-2025. وتسعى الفرق خلال الميركاتو الصيفي من كل عام إلى تدعيم صفوفها بأبرز الأسماء المتاحة في سوق الانتقالات للظهور بشكل مغاير في الموسم المقبل، حيث أعلن نادي ميلان الإيطالي تعاقده مع الإسباني ألفارو موراتا ابن 31 عاما ل4 أعوام بهدف تعويض الفرنسي أوليفي جيرو المنتقل إلى الدوري الأمريكي للدفاع عن ألوان لوس أنجلوس FC. وسيبدأ ميلان الذي أنهى الموسم الماضي من الدوري الإيطالي في المركز الثاني بفارق 19 نقطة خلف غريمه إنتر البطل الموسم الجديد بزيارة تورينو في 17 من أغسطس تحت إشراف مدربه الجديد البرتغالي باولو فونسيكا. ولكم أبرز الصفقات الكبرى التي قامت بها الأندية الأوروبية في الدوري الإنجليزي: الفرنسي ليني يورو، والهولندي جوشوا سيرسكي إلى نادي مانشستر يونايتد، والبرازيلي سافيو إلى نادي مانشستر سيتي. أما عن الدوري الإيطالي فكان الانتقال للإسباني ألفارو موراتا إلى نادي AC ميلان، البرازيلي دوغلاس لويز والكولومبي خوان كابال إلى نادي السيدة العجوز يوفنتوس، الحارس الأسترالي ماتيو رين إلى نادي روما، وكيفن تورام إلى نادي إنتر ميلان. أما فيما يخص الدوري الإسباني فانتقل كيليان مبابي وأندريك لنادي ريال مدريد، البلجيكي ألبرت لوكونجا لنادي إشبيليا، وموسى ديارا لنادي ألافيس. الدوري الألماني هو كذلك عرف انتقالات ميكيل أوليس ولوفرو زفونارديك وأرميندو سيب وجواو بالينها لنادي بايرن ميونخ، الغيني سيرهيو جيراسي إلى نادي بوروسيا دورتموند، والفرنسي مارتن تيري لنادي ليفركوزن. أما الدوري الفرنسي فهو الآخر عرف انتقال ماسون غرينوود لنادي أولمبيك مارسيليا، والمهاجم الجورجي جورج ميكوتادزا لنادي ليون.